السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلتنا النهاردة يا جماعة سهلة وجميلة. ممكن تكوني حاطة مفرزة الكلام ده عندك في التلاجة. عندي 3-4 كبدات كده وقناصتين، وعندي معايا صدر فرخة. تمام، ده صدر يا جماعة على بعضه، مش يعني نص صدر كده. الفرخة اهي الناحية دي والناحية دي، خدت منها ناحية واحدة بس. تمام، هبدأ أقطعها عندي كده شرايح رفيعة خالص بالسكينة اهي. تمام، التقطيع اللي تحبيه، ممكن تقطعها مربعات صغيرة، ممكن تقطعها شرايح زي ما أنا قطعتها كده. طبعا الفراخ دي مغسولة بليمون ومعلقة طحينة ونضيفة جدا. تمام، شطفتها كمان شطفة من الليمون، وده عندي ليمونة صحيحة كمان. جيت عندي بقى الجريل أو طاسة أو أي حاجة عندك أو حلة أو أي حاجة، حطيها على النار تسخن قوي. أنا بحب أسخن دايما الحاجة اللي هشتغل فيها، مش أسخن الزيت، أسخن الحاجة جدا. لما تسخنيها وتيجي تحط الزيت هتلاقي الزيت سخن لوحده. عندي بقى دول بصل وطماطم وفلفل وشطة وفصين من التوم. هي كانت بصلة واحدة وطماطمية وقرن شطة وايه ويعني حاجات بسيطة بس كده. انا عندي دول عشان الكمية بتاعتي بسيطة. عندي بعد ما الزيت سخن والطاسة سخنت كويس، هنزل بشرايح الفراخ. ما تنزليش بشرايح الفراخ والجريلا او الطاسة بتاعتك باردة، لان هتلزق فيها الفراخ مباشرة. تمام، انا على فكرة قطعت جزء، انما عندي ما بقلبش الا لما تقفل مسامها من الناحية التانية. ابدا اقلب اما تغير لونها. يا جماعة عندي ليمونة اهي. تمام، شيل البذر اللي فيها وعصرها كويس. تمام، بعصرت الليمون بايدك، تاخدي تقليبه كده عشان برضه تتاكدي ان ريحه الفراخ حلوه. اهم حاجه في الاكل بتاعنا تكون ريحته حلوه وشكله حلو وتقديمه حلو. اهم حاجه عندي النظافه. تمام، عصرت عندي كده بقى رشه من الفلفل الاسمر، يعني ربع معلقه او نص معلقه بتاعت الشاي كده الصغيره خالص. وعندي كده رشه بابريكا ورشه شطه. طيب عشان ما تشوفيش المنظر مرتين، لا انا حملت الشطه الاول دي البابريكا. تمام، باخد بس رشه برضه ورشه ربع معلقه كده. هاخد عندي رشه كزبره، رشه كده من الملح كويسه. طبعا بحط الملح بتاعي على حسب الكميه اللي انا بشتغل بيها. وحط الملح ده يا جماعه بيبقى بالعين، يعني بكتر التعود. عندي رشه كده من الكمون. ابدا اقلب البهارات الحلوه دي كلها كده مع قطع الفراخ اللي هتديكي شكل الشاورما. ممكن تعملها في طاجن مكرونه من تحت، ممكن تحشيها مكرونه، ممكن تعملي بها اي حاجه يعني. تمام، ممكن تعملها سندوتشات بس كده سوري مع التوميه، مع شويه بطاطس محمره، برضو اكله جميله. تمام، عندي فصين من التوم كده هقطعهم. التوم الصحيح برضو، التوم البودر جميل جدا، بس الصحيح جميل بيكون فيه يعني كل الريحه بتاعته لسه موجوده فيه. هبدا عندي بقى اوسع الفراخ في جنب كده، الزيت بتاعها بتاع البهارات ده هبدا انزل فيه ببصلايه. هقطعها تقطيع عشوائي كده، جوانح مربعات زي ما انت عايزه. قطعتها بالسكينه على طول، مش شرط كبه بقى يا جماعه ولا كلام من الكلام ده. اهم حاجه السكينه بتاعتي تكون حاميه، هتساعدني في الشغل في ثواني بسرعه. مش هياخد منك الاكل ده 10 دقايق. بدأ عندي اهم حاجه الفراخ اما ناخدها صدمه كويسه قوي مع البهارات بتبقى جميله ما شاء الله، ما بتاخدش وقت. عندي برضو البصلايه قلبتها في شويه الزيت كده ورجعت قلبتها في الفراخ تاني. يعني المدى الدهنيه كنت ممكن تتخيلوا ان هي كتيره، بس هي مش كتيره ان شاء الله. اوسع تاني المكان فبتطلع الدهون عندي تيجي في النص. هقطع فيها قرن الشطه سبايسي. مش قادره السبايس ده خليه فلفل، يعني مثلا لو انت عايزه فلفل رومي ماشي، سبايسي ماشي، فلفل الوان هيكون احلى واحلى. لو عندي فلفل الوان هاخد بس نص واحد احمر ونص اخضر ونص اصفر. تمام، وعندي بس حته صغيره كده نص قرن من اللي هو الاخضر الرومي يعني. اللي بقى كويس الكلام ده في بعضه برضو. والساعتين عشان هنحط الطماطم برضو. كل ما بتشيلي الحاجات على جنب وتحطي في الماده الدهنيه، بتتشرب الماده الدهنيه الحاجه اللي انت بتحطيها على طول اي نوع خضار، فبتطعم الخضار. عشان الخضار انا حيقت الفراخ الاول بالملح، حطيت لها ملح وبهارات، فما حطيتش الخضار. فالخضار كل ما بوسع الزيت بيطلع في النص كده بالبهارات، فبعرف اقلب فيه الخضار كويس. تمام، اللي بقى الطماطم تقليبه حلو، كل حاجه من دي يعني في قرن فلفل واحد، رومي بتاع شطه واحد بس، طماطم، بصلايه، يعني حاجات بسيطه، فصين من التوم. ما هو برضو انا بحط كميه الخضار على حسب كميه الفراخ بتاعتي. دي عندي يا جماعه الصدر بتاع الفرخه كامل، خدت نصه بس. بتنفع، هي اكله بتمشي يوم وبتبقى جميله طعمها حلو. منها نراضي الولاد عشان ما يبصوش الاكلات دي من بره، واحنا عاملينها بنظافه وضامنين نظافتها. اخر حاجه عندي خالص باخد رشه كركم خفيفه خالص. ما عندكيش كركم وعندك 7 بهارات او بهارات فراخ، حطي برضو رشه خفيفه. مش هنقول ربع معلقه، رشه خفيفه خالص. كملتش معانا ربع معلقه. تقليبه كويسه كده بقى. لسه النار كل ده والنار على فكره ما زالت عاليه. خلاص طالما حطيت كل الكلام ده بقى، بص وطي عليها. هو يعني وطي النار جدا، اقل حاجه خالص، وغطي عليها بتاع 10 دقايق بالظبط تطفي. طبعا مع التقليب واخده بالك منها، لان هي مش حطها اي سوائل تانية. الخضار هو اللي بيجيب سوائل بتاعته، عشان دي شاورما لو حطها في سندوتشات جامد. كان عندي بقى بتنجان ابيض وبتنجان الاسمر ده، قلت نعمل طبق بتنجان كمان بالدقه كده. سخنت معلقتين بس من الزيت. عندي بقى جزره، وعندي قرنين من الشطه، قرنين فلفل،
عندي توم، عندي شويه البهارات بتوعي، وهعمل لهم الدقه. انا عندي الزيت بس سخن معلقتين، وقمت حاطه فيه، انا مش بقليه يا جماعه، انا هعمله حاجه اسمها بعرق كده، بس احط معاه معلقتين زيت اهو. تمام كده. هنزل بكل البتنجان، يبدا عندي بس ياخد بخار كده، البخه تمشي فيه زي ما بيقولوا، البخار يمشي فيه عشان يسويه، وابدا اهدي النار خالص كانك بترددي رز. عندي استوى خالص اهو، حتى الزيت لسه فيه زي ما هي، ما شربش زيته. اركنيه على جنب بقى اما تعملوا له الدقه. عندي هنا كان في حله صغيره، عندي يعني 3 كبد و3 قوانص، عندي غسلتهم كويس، ليمون وطحينه وخل وكل حاجه، صفيتهم. قطعت القوانص، اعملي مقص للحاجات اللي زي دي يعني، قطعتها بالمقص كده القوانص، وخدتها تشويحه، تحط سمنه تحط زيت زي ما انت عايز، انا حطيت زيت. تحط عندي تشويحه كده خفيفه، تمام. وتغطي على القوانص دي، وهدي النار لما تستوي في 10 دقايق كده، يعني تاخد سوا كتير عن الايه الكبده. تمام، عشان الكبده عندي ما تهراش والقوانص تبقى لسه. قطعت برده الكبده اهي ونزلت بيها. تمام. طالما ما شاء الله الزيت سخن والحله سخنه، الكبد في ثواني هتمسك كده، مش هتبقى مهريه معايا. وانا سويت القوانص شويه يا جماعه. هبدا عندي 3 فصوص من التوم كده، اقطعهم بايدي كده بالسكينه على طول. التوم في اكلات لما بتضاف عليها بطعمها جامد، من ضمنها الكبده. خدت معايا فصين كده بس من التوم او 3. طبعا النار بتاعتي عاليه برضو عشان الحاجه بتاعتي تقفل مسامها كويس. بس انا مسويه القوانص دي قبلها يعني 5 دقايق كده او 10 دقايق، 5 ل10. عندي برضو ليمونه، مع اني كنت عصر عليها ليمون كويس، عندي برضو ليمون تاني كده عشان يشيل اي زفره فيها. اللي اهم من الاكل يا جماعه تظبيط الاكل. عندي بقى بصلايه صغيره، وعندي قرن شطه صغير، وعندي مثلا قرن فلفل صغير. قطعيهم بعد كده يدوا طعم. ممكن تعملها بصل خالص، ممكن تعمليها فلفل خالص. الفلفل الخالص بتبقى جميله بصراحه. تمام. وهننزل بطماطميه صغيره خالص مع شويه البهارات بقى. يبقى ده عندي قرن فلفل، قرن شطه، بصلايه صغيره. تمام. ما نزلتش بيهم الا لما شوحت القوانص شويه استوت، وبعد كده نزلت عليها بالكبده. هبدا عندي حبايه طماطم صغيره برضو خالص، هقطعها حتت صغيره وانزل عليها بيهم. طماطم اهي، انا ولا استعملت كبه ولا خلاط ولا اي حاجه، بالسكينه على طول. اهم حاجه سكينتك تكون حاميه تنجزك في الشغل. اللي بالكلام ده كويس بقى، وانزلي بالبهارات بتاعتك. ما تكتريش بقى بهارات قوي، بحيث ايه ما نضيعش طعم الكبده. يعني انا بحط من كل حاجه انت بتشوفيها كتير، بس هي مش كتيره، بتبقى رشات خفيفه، بس التصوير اللي بطلعها كتير شويه. عندي رشه ملح، رشه فلفل اسمر، لو عندك فلفل ابيض اشتغلي بيها عادي، رشه كزبره. رشات يا جماعه كانت تكون بين صوابعك يعني، مش كتيره. كمون. هقلب الكلام ده بقى، بحطش على الكبده اي حاجه غير كده بس. قلبي الكلام ده بقى كويس، وطي النار خالص 10 دقايق او 5 دقايق، خلاص هتكون استوت معايا. تمام، لان الكبده ما بتاخدش وقت، القنصه اللي كانت واخده وقت شويه. حتى الخضار يبقى باين فيها كده، طعمه يبقى حلو. البتنجان بتاعي بقى اهو سبته يبرد على جنب، كنت عملت الدقه بقى. 10 فصوص من التوم، وحطيت معاهم قرنين شطه وقرنين فلفل، ولو عندك فلفل احمر حطي، او فلفل الوان احمر حطي بيبقى جميل. وليمون وخل، ليمونه كبيره ومعلقتين خل وملح، ورشه كمون، رشه كزبره، وضربتهم كلهم في الكبه عندي، او ممكن تضربهم في الخلاط او في المطحنه او في الهون. قمت منزله بهم على الايه، على البتنجان. طعمه يا جماعه بيبقى وهم. بشرت جزرايه وزينت بها الايه الطبق بتاعي. مش عايزه بتحبيش الجزر ما تزينيش، رشه كزبره مثلا خضراء بتبقى برضو عليها جميله. تمام. اهو التزيين ده بيرجع لحضراتكم انتوا بقى، كل واحد زي ما بيحب. اهم حاجه عندي البتنجان بيحب الليمون، معلقه الخل بتخلي البتنجان طعمه حلو قوي مع الليمون. تمام. والطريقه دي يا جماعه حلوه وسريعه، ويعني ما بتاخدش معاك وقت زيت ولا كلام من الكلام ده كتير. حتى معلقتين زيت اللي بحطهم بيفضلوا زي ما هم في الطاسه، لان مجرد ما بيبوخ البتنجان بوضع عليه خالص. تمام. كده طبق البتنجان بتاعي جاهز برضه، هو من المقبلات يعني. عندي بقى كنت عامله المكرونه معاكم قبل كده، مصورها معاكم قبل كده كذا مره. طبعا ما بسلقش المكرونه بقى لي مده يعني، الطريقه دي عجبتني سهله وسريعه. دي مكرونه سباكيتي ما شاء الله جميله مع الاكله دي. كده اكلتي بقى جاهزه معايا. هنا الفراخ اهي مستويه جميله، تعملي بقى طبق مكرونه تحط عليه معلقتين من الفراخ فوق الوش كده، او معلقتين كبده. وده عندي مخلي اللفت اهو ما شاء الله جميل. اشوفكم في وصفات تانية جديده. مع الف سلامه. مع الف سلامه.